اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوني النهارده. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بفيديو جديد وبيوم جديد، بس خليني اقول لكم ان الفيديو دوت معمول بكل حب، معمول بكل حب صراحه، بكل اريحيه كده. طبعا انا كنت عامله الفيديو دوت، هو الفيديو دوت مش يوم واحد، خليني بس متفقه معاكم ان هو مش يوم واحد، ده كذا يوم. طبعا الفيديو فيه تفاصيل كتير وفي حاجات كتير انا هعملها معاكم او جمعتها صراحه وحطيتها في الفيديو دوت. يعني الفيديو دوت معمول بطعم ورايح ونفحات رمضان، كل سنه وانتم طيبين. انا عامله حاجات كتير زي ما بقول لكم في الفيديو دوت، بس خليني ماشيه معاكم واحده واحده كده عشان ما تتوهوش. المهم بقى يلا نخش على المعركه ويلا نسمي الله ونشوف كده احنا هنعمل ايه مع بعض. طبعا اليوم دوت صراحه انا بسميه بالنسبه لي، ده بيكون يوم المعركه بالنسبه لي. ليه يوم المعركه؟ ده اليوم صراحه اللي بكون بجهز فيه الشقه للفرش. طبعا مع ان انتوا عارفين ان انا بفرش الشقه كلها في يوم واحد، فطبعا لازم اجهز الشقه عندي ولازم طبعا انضفها قبل ما افرش، لان بيبقى مجهود عليا وبيبقى صعب عليا. فطبعا انا بقسم الشقه عندي على يومين، مش ان انا بفرشها على يومين، لا انا بقسم الشقه عندي او بنضفها على يومين. ده اليوم الاولاني او يوم التجهيز كده لفرش الشقه، ان انا بمسك الشقه كلها زي ما هتشوفوا معايا. بمسك الشقه كلها انضفها، وطبعا اطلع بقى كل التراب وانفض الانتريهات وبنفض كل حاجه في الشقه. وطبعا ببتدي بقى ان انا اغسل الشبابيك، كل ده هتشوفوه معايا. فطبعا انا مش بصور اليوم دوت صراحه معاكم كتير، يعني بعمله مع نفسي، يعني مش بعمله كتير، بس انا حبيت المره دي اشارككم اليوم دوت، لان انا حبيت ان انا اليوم دوت اعمله. وهتشوفوا بقى طبعا، يعني انا حابه ان انتوا تشوفوا بعد الشقه بعد ما خلصت وتزينت بقى في فرش رمضان. طبعا انا ببقى بسجل لكم الفيديو دوت وانا فرشه الشقه الحمد لله يعني. هو الفيديو هينزل لكم متاخر شويه، بس انا طبعا كده كنت فرشت الشقه وخلصت يعني. والحمد لله. طبعا كلنا لازم نجهز قبلها بكذا يوم، لان احنا ما بنبقاش عارفين برضو رؤية رمضان ما بتبقاش برضو، يعني بنبقى عارفين اليوم بس ساعات ما بتظبطش يعني. فده يمكن اللي بيخلينا ان احنا نفرش، عشان بنعمل طبعا تجهيزات. فالمهم بقى طبعا خليني اقول لكم ان انا مسكت الشقه زي ما بقول لكم، يعني في اليوم دوت بعمل لها التجهيزات كده او بعمل التنظيفات ديت، عشان خاطر يبقى تاني يوم ان انا افرش الشقه يكون الشقه نوعا ما تكون سهله شويه صراحه عليا. زي ما بقول لكم انا ما بفرش اوضه اوضه، ويعني اوضه اوضه واسيبها يعني او اقفلها. انا ما بحبش اعمل الموضوع دوت وما بيريحنيش صراحه، يعني بالنسبه لي ما بيكونش مريح. يعني طبعا كل واحد على حسب بيته وعلى حسب ما متعود يعني. لكن انا بالنسبه لي صراحه احنا الاوض كلها بنخش فيها وبنقعد فيها، فما بالنسبه لي ما بيبقاش مريح ان انا افرش اوضه انضفها وافرشها وافرش السجاد بتاعها، فبحس ان هي اتدهولت. فطبعا انا عندي طبعا لازم امسك الشقه كلها يعني في نفس اليوم افرشها كلها. فزي ما بقول لكم بفرشها، نعتبر عندي بفرشها على يومين. بجهزها بقى طبعا، بمسك الستاير بتاعتي انفضها. يعني امسك الستاير انفضها، بمسك الانتريه طبعا انفضه واشيل بقى لو عندي فرش اغسله. بحاول طبعا ان انا اخفف بقى عندي برضو من الغسيل، عشان خاطر الغسيل انتوا عارفين صراحه الشقه مهما تكون نضيفه وعندك باسكت الغسيل يكون مليان، فبحس صراحه ان الشقه مش نظيفه. يعني عندي الباسكت بتاع الغسيل لازم يكون فاضي، وانا كمان فرشه الشقه في اليوم دوت، يعني ده اساسي عندي. المهم بقى، فطبعا اليوم دوت انا زي ما بقول لكم بعمل فيه تجهيزات كتير. فطبعا الستاير بقى همسكها انفضها كده كويس قوي، عشان خاطر تاني يوم التراب بقى ده كله ما ابتديش بقى ان انا وانا بفرش التراب دوت يطلع لي على الحاجه. وطبعا عندي انتوا عارفين انا بشتكي لكم كتير من الشقه عندي ان هي بتبقى مليانه تراب. انتوا شفتوا معايا وانا بغسل السجاده، انا مسكت الريسبشن نضفته ونضفت ورا الكنب كويس قوي ونضفت ورا الانتريه يعني كويس. ففي اليوم دوت صراحه مش هشد الانتريه يعني في الريسبشن، لكن همسح، يعني لازم امسح في اليوم دوت، ولازم ادلق ميه واعوم ميه كده في الشقه كلها. فالمهم بقى طبعا اول حاجه زي ما بقول لكم بنفض الانتريهات كده كلها وانفض الستاير. طبعا هعمل بقيه الستاير مع نفسي، فلازم برضو ان انا انفضها. لازم الستاير ديت القطيفه لازم تتنفض كويس قوي. انا بنضفها صراحه بالطريقه ديت، مش دايما بنفضها بالمكنسه. يعني زي ما بقول لكم صراحه المكنسه بتاخد معايا وقت، فمش دايما بنضفها بالمكنسه. فالمهم بقى طبعا في اليوم دوت يعني ما كنتش محتاجه ان انا اعملها بالمكنسه، فبستكفى ان انا اعملها بالفرشه اليدويه اللي انا بعمل بيها دي. وصراحه بالنسبه لي بتكون كويسه برضو ومريحه. المهم بقى طبعا هبتدي بقى ان انا نفضت الانتريه كله ونفضت الركنه كلها، وهبتدي بقى ان امسك الاوضه ديت. انا ما كنتش صراحه عملتها، فطبعا بقى فيها كميه تراب، كميه تراب محترمه، يعني زي ما انتم شايفين كميه تراب صعبه قوي.
فانا طبعا مش هينفع زي ما بقول لكم ان انا افرش الشقه ومثلا اشد بقى ورا الحاجه وانفض كده وانا بفرش. طبعا هياخد معايا وقت كبير قوي، وبعدين كمان الفرش هيتبهدل معايا والحاجه هتتبهدل معايا في اليوم دوت. فالمهم بقى طبعا هبتدي بقى ان انا امسك الشقه الاول اكنسها كلها، وابتدي ان انا اطلع كميه التراب ديت. فزي ما بقول لكم انا عملت حاجات كتير في الفيديو دوت. يعني انا الفيديو دوت انا صراحه عملت معاكم كده وفرشت الشقه تاني يوم. بس انا مش هكمل معاكم يعني في الفيديو دوت، مش هكمل معاكم بقيت كل اللي انا هعمله. فرشت الشقه تاني يوم، وبعدين كمان فرشت بقى فرشت يعني زينت الشقه بزينه رمضان وظبطت كده الشقه. طبعا انا عندي يعني بمشيها كده الصراحه، بمشيها خطوات، مش ان انا بفرش اوضه وافرشها فرش رمضان او بفرش الشقه افرشها فرش رمضان على طول. لا صراحه مش بعمل كده. انا بفرش الشقه عادي فرش العادي، وبعدين بقى ابتدي ان انا ازين يعني ازين الشقه عشان اعملها زي ما انا عايزه، او زي ما انا حابه يعني. المهم بقى خلاص انا كنست كده من ورا الركنه وابتدي بقى ان انا كمان برضو اجيب من ورا من ورا الكرسي ومن ورا كل حاجه يعني صراحه. مش عارفه طبعا التراب عندكم برضو ظاهر ولا لا، بس عندي صراحه في الاوضه ديت كميه تراب محترمه. لكن في الريسبشن مش قوي يعني. في الريسبشن صراحه انا يعني عشان انا عاملاه فحاجه خفيفه يعني، لسه انا كنت عاملاه معاكم. فالمهم بقى طبعا كده بنفض كل حاجه في الاوضه زي ما انتم شايفين، ما بسيبش حاجه صراحه، ما بنفضهاش وما بنضفهاش كويس. زي ما بقول لكم طبعا انا عندي اساسي لازم اعمل الموضوع دوت قبل ما افرش الشقه. ما بعملهوش يعني، مش بصور معاكم كتير لان بيبقى فيه تفاصيل كتير قوي صراحه، وابتدي اليوم دوت من بدري. طبعا انا عندي صراحه فرش الشقه بيكون قبلها بيومين بيكون هدت حيل. وطبعا المطبخ، بس انا ما صورتش معاكم المطبخ صراحه، انا عملته بقى مع نفسي. ما عملتش المطبخ يعني المره دي، ما عملتش المطبخ معاكم يعني، لاني صراحه ما نضفتوش تنظيفه عميقه قوي. مش هكدب عليكم يعني، ما نضفتوش التنظيفه بقى اللي هي العميقه. طبعا التنظيفه العميقه دي اللي هي بتبقى من الاعماق ان شاء الله كده بقى ايه على العيد، عشان خاطر انتوا عارفين زي ما بقول لكم ماما بقى ربنا يديها الصحه. ما بت يعني ما صراحة يعني ما بتتوصاش في رمضان في موضوع بقى الآلية بقى والدهون والزيوت. فطبعا المطبخ بيبقى طالع كده منهار يعني، من رمضان صراحة بيكون منهار. فطبعا انتوا عارفين رمضان بيكون خيره كتير واكله كتير وكل حاجة فيه صراحة بتكون خير يعني. الشهر كله بيكون مليان بالخير وبيكون مليان بكل حاجة حلوة. سبحان الله، يمكن الشهر دوت غير اي شهر، مش عارفة ليه بحسه مختلف في كل حاجة. مش في حاجة معينة. طبعا بحس أيامه مختلفة كده ونهاره بيكون مختلف. أكله بيكون ليه طعم تاني. يمكن الأكل دوت احنا بناكله طول السنة، بس والله العظيم بحس إن ليه طعم تاني، وكل حاجة صراحة بتكون فيه مختلفة وبتكون فيه مميزة فعلا يعني. أنا بحس إن الشهر دوت يمكن أفضل شهر في السنة كلها. أنا بحس كده صراحة، مش عارفة يعني كلكم بتحسوا نفس إحساسي ولا لأ، بس أنا بحس الشهر دوت فعلا مختلف، وبحس إن هو أجمل شهر. بحس فيه بالهدوء، وبحس فيه بالراحة، بحس فيه بالسكينة صراحة. بحس فيه احساس حلو قوي. مش عارفة صراحة احنا كلنا بنحس نفس الاحساس ولا لا. وطبعا في ايام كده بتيجي فيه فعلا والله بحس فيه براحة مش طبيعية وبحس فيه بسكون وبهدوء كده غريب قوي. فالمهم طبعا ربنا يا رب يعود الايام ديت علينا كلنا بخير، وينعاد يا رب علينا وعلى الامه الاسلاميه بخير. كل سنه وانتم طيبين. ويا رب يحقق لكل واحد بيتمنى حاجة ربنا يحققها له. ويدي كل واحد كل اللي في نفسه، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق يا رب. طبعا الدعوات بتكون كتير قوي، طبعا كلنا بندعي في الشهر دوت. وبيكون عندنا يقين ان ربنا يستجيب لدعائنا، وبنتمنى طبعا حاجات كتير جوانا. يعني بنتمنى ان هي تتحقق كده، وربنا يا رب يسعد قلوبنا كلنا ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. المهم بقى طبعا عملتي ايه؟ خلاص زي ما انتوا شايفين انا مسكت الاوضه كلها نضفتها كده، ما سبتش حاجه صراحه ما نضفتهاش فيها. كنست كل مكان تحت كل حاجه ورا كل حاجه، عشان احس بقى ان انا هفرش كده على نظافه. المهم بقى طبعا بس كده خلاص؟ لا طبعا مش خلاص يعني. زي ما بقول لكم بيكون عندي اليوم دوت فعلا بسميه يوم المعركه صراحه. فالمهم بقى بعد ما خلصت كده ونضفت الدنيا بره، كمان جبت بقى الطبق بتاعي ده المساعد بتاعي صراحه في اليوم دوت. ادوات النظافه اللي بتكون مساعده معايا في اليوم ده بيكون ليها دور كبير قوي معايا. الطبق صراحه واملاه بقى. طبعا ما كانش عندي صراحه كلوريكس الوان،
انا بحب احط كلوركس الوان قوي ان انا ادعك بيه يعني. فالمهم حطيت ايه، حطيت شويه اوكس وحطيت شويه كلوركس ابيض، بس ما حطيتش أي حاجه اكتر من كده. والمقشه بقى بتاعتي المنجزه صراحه، دي من اجمل ومن احلى ادوات النظافه بالنسبه لي، بستعملها في حاجات كتير قوي، وبتسهل عليا حاجات كتير قوي في شغل البيت صراحه. بالنسبه كمان لما بكون بعمل رغاوي بقى وميه وكده، وبكون عايزه ادعك حاجه زي كده صراحه، بتساعدني كتير وبتوفر عليا حاجات كتير. المهم بقى طبعا انا دعكت الشباك الالمونتين، بدعكه دايما، ادعكه كده والميجر بتاعته وكل حاجه قبل يعني ما افرش الشقه، عشان ما افضلش بقى بالجلانس وافضل امسح فيه حته حته وما بينضفش برده كويس زي ما انا عايزه. المهم بقى طبعا دخلت على البلكونه بعد بقى طبعا العفاره بقى، وبعد التراب، وبعد كل اللي حصل الايام اللي فاتت. طبعا انا سبت التراب براحته خالص، يعني يعمل اللي هو عايزه زي ما قلت لكم، فسبته براحه راحته يعني. طبعا بقى البلكونه وحيطان البلكونه بتكون كلها متبهدله وكلها تراب، ولا زعافه بقى، ولا ان انا همشي عليها، ولا الكلام دوت ما بينفعش معايا انا، الكلام ده ما بينفعش خالص معايا. المهم بقى مسكت الحيطان زي ما انتم شايفين، وابتديت بقى ان انا اغسل الحيطان بتاعه البلكونه كويس قوي، لانها بتكون كلها تراب. وطبعا انتوا عارفين عندي فواصل كده في البلكونه زي ما انتوا شايفين، الفواصل الصغيره ديت بتبقى صراحه مليانه تراب، ومهما نعمل بقى بالزعافه مش بالزعافه ما بتطلعش يعني. صراحه اكتر حاجه بتسعدني في البلكونه ان انا امسك المقشه بتاعتي والطبق المحترم بتاعي دوت، وابتدي بقى انا على الحيطان كده والرغاوي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده خلاص بدعك الحيطان كلها، وابتدي بقى ان انا اجيب الميه بتاعتي واشطفها. بتبقى البلكونه زي الفل. طبعا الحيطان مع اني برضو فاتحه عندي فبتكون متبهدله قوي، وبتكون صراحه مبقعه. فصراحه الموضوع دوت بيسهل عليا. وطبعا البلكونه اهم حاجه بالنسبه لي قبل فرش الشقه. بيكون صراحة عندي البلكونة، يعني لازم البلكونة تكون نضيفة عشان تنظف الشقة عندي من جوه. البلكونة مش نضيفة او فيها تراب، عندي الشقة كلها متبهدلة، ده اساسي يعني. عندي البلكونه وعندي قدام باب الشقه، لازم الاتنين دولت يكونوا دايما نضاف عندي، عشان خاطر ما يبهدلوليش الشقه من جوه يعني. معرفش بقى، هي عقيده انا طلعت كده متربيه عليها، او ماما بقى مطلعاني معوداني عليها صراحه. لازم البلكونه تكون في نضيفه، وعلى طول ايدي فيها وما يكونش فيها تراب. ولازم قدام باب الشقه على طول عندي يكون نضيف برضه، عشان خاطر ما يبهدليش الشقه من جوه. فالمهم بقى طبعا ومسكت الالمونتين، باب الالمونتين برضو كده بدات ان انا اغسله زي ما انتوا عارفين يعني. والميجر بتاعته والجرار بتاعه خليته فل شمعة منورة، مفيش كلام يعني. انا لما امسك الحاجة بالطريقة ديت ببقى سعيدة اوي، ببقى مبسوطة اوي، مبقاش عايزة اخلص صراحة بيني وبينكم كده. فانا بس انا بختصر عليكم يعني، عشان الموضوع ما يطولش عليكم اكتر من كده. زي ما قلت لكم بيكون اليوم دوت صراحة بيكون طويل بالنسبة لي قوي، وبعمل فيه حاجات كتير قوي صراحة. المهم بقى طبعا خلاص انا ودعكت الارض بقى كده ونضفت البلكونة خالص زي ما انتوا شفتوا. هبتدي بقى ان انا اجيب الميه، لان انا عندي بيبقى الميه بقى ايه، ما في اليوم دوت بحتاج ميه كتير قوي. هبتدي بقى ان انا اجيب الميه واشطف بقى الشباك عندي كويس، وببتدي بقى ان انا امسح المجر بتاعته، ويبقى عندي الشباك زي الفل كاني شلته وغسلته في الحمام. بس انتوا عارفين طبعا انا ما بعرفش افك الظرف بتاعته كويس يعني. بخاف صراحه يعني، انا مش ان انا ما بعرفش، لا انا بعرف، بس انا بخاف صراحه ان انا ما اعرفش ان انا ارجعها تاني. فبوفر على نفسي بدل ما لسه اجيب بتاع ليمونتان وكده، فبوفر على نفسي واغسلها بالطريقه دي، وببقى متاكده من نظافتها وبتبقى زي الفل، حتى السلك حتى كل حاجه. المهم بقى شطفت كده الشباك كويس. هنا بقى دخلت على البلكونه، هبتدي زي ما اقول لكم. طبعا الحيطان نورت يعني، انا عندي الحيطان صراحه بعد ما بعملها بالطريقه ديت بتنور يعني، تبقى فل شمعه منوره. المهم خلاص بقى هبتدي ان انا اشطف البلكونه بتاعتي كلها، الحيطان بتاعتي، واتاكد ان الصابون نزل. انا ما بكترش طبعا الاريال قوي يعني زياده عن اللزوم، عشان خاطر ما يمسكش في الحيطان، وبالذات لما اكون هغسل حيطان البلكونه يعني. فالمهم طبعا هبتدي بقى ان انا اشطفها كده زي ما بقول لكم، بختصر عليكم يعني، مش بكتر عليكم. بس انا في اليوم دوت بعمل بحر يعني صراحه. المهم بقى خلاص هشطف كمان الجزء التاني دوت، وهشطف كمان الباب، باب البلكونه يعني. ويبقى كده خلاص بقى. طبعا مش هكمل معاكم اكتر من كده، عشان زي ما بقول لكم طبعا اليوم بيكون طويل معايا قوي. طبعا انا اليوم دوت من الصبح كده لحد بالليل ببقى شغاله زي ما انتم شايفين كده. بس الصراحه بكون مبسوطه قوي وسعيده قوي يعني. انا عندي ما بنضف كده بيكون بالنسبه لي اسعد يوم صراحه. الميه والصابون والرغاوي دي الحاجات دي بتسعدني قوي يعني، مع اني طبعا انا بحب، انتوا عارفين بحب المواضيع دي وبحب النظافه قوي. فالمهم بقى طبعا مش هنسى طبعا الزرعه اللي انا حطاها في البلكونه ديت، انا مش بشيلها على طول اغسلها في الحمام صراحه. انا على طول بشطفها بالطريقه ديت، ودايما على طول بتكون نضيفه معايا وكل التراب بينزل منها.
ودايما على طول بتكون مزهزهه معايا، واللون الاخضر بتاعها كده بيكون مزهزه يعني، ومش بتتبهدل معايا انما بعملها بالطريقه دي التراب ما بيبهدلهاش وما بيمسكش فيها، فعلى طول صراحه بنضفها بالطريقه ديت وبتبقى معايا على طول نظيفه. المهم بقى خلاص، اخر حاجه طبعا هعملها ان انا هشطف الستاره بتاعه البلكونه دي او ستاره الزرع، وهبتدي بقى ان انا الم الميه زي ما انتم شايفين كده. هخرج الميه، بس لسه هعمل حاجه بسيطه بس معاكم، بس هخرج بقى الميه ديت لان كده الميه كترت قوي عندي في البلكونه وكترت عندي في الريسبشن. هبتدي ان انا اتخلص كمان منها عشان خاطر معلش بقى انتوا لو سامعين زمامير جامده ودوشه، والله غصب عني، يعني عندي الدنيا بتكون دوشه قوي وبتزدحم كده مره واحده، ومعرفش يعني هم الصراحه متسلطين عليا ان كل ما اجي اسجل الفيديو الزمامير دي تشتغل تحتيه، مش عارفه ليه. المهم بقى طبعا هبتدي ان انا اتخلص من الميه اللي مش نضيفه ديت عشان هبتدي ادلق ميه تاني يعني، وهتخلص من ان انا ادخلها على الحمام يعني بتاع الضيوف وكده، بيساعدني صراحه كتير قوي. هنا بقى جيت على طبعا الاوضه بتاعه الركنه، هبتدي بقى ان انا اغسل يعني تحت الكنب وتحت الركنه وكده تحت الكراسي. هبتدي ان انا اغسل الوزره. ليه بعمل كده؟ عشان انتوا عارفين طبعا عندي الوزره بيكون متجمع فوقها تراب، او المكان اللي فوق السيراميك دوت انا بسميه الوزره عموما يعني، بيكون متجمع عليه تراب، فطبعا ما بينضفش عندي الا بالطريقه ديت. فطبعا عشان يكون نضيف، ودايما الوزره عندي تكون نضيفه، لازم على طول بالمقشه كده وادعك الوزره وادعك كمان السيراميك معايا، عشان انتوا شايفين طينه، يعني انا عندي طينه. طبعا انا كنست معاكم وزي ما انتوا شايفين طلعت تراب، بس برضو يعني برضو الارض كل ما ادعكها الاقي تراب طالع منها بالطريقه دي، عندي التراب ناعم، والشقه عندي ما بتنضفش الا صراحه اما ادلق ميه وادعك الارض وادعك السيراميك وانضف الشقه كلها عندي بالطريقه دي. طبعا انا مسحت بقيه الاوض، بس انا صراحه مش بدلق فيها ميه، ومش بعملها بالطريقه ديت يعني عشان خاطر الخشب بتاع الاوض وكده، فمش بعملها. ومع ان طبعا انتوا عارفين ان انا ببقى حاطه حاجات تحت السراير، ما بينفعش ان انا ادلق فيها ميه عشان حاجه ما تتبهدلش، لكن طبعا بنفضها وبمسحها. ما عملتش برضو معاكم الموضوع ده، اختصرته وعملته مع نفسي كده. طبعا عملت فيه حاجات بسيطه، انتوا عارفين ان انا عملت معاكم اوضه النوم ونضفتها، فمجرد بس ان انا مسحتها مش اكتر من كده. واوضه الاطفال ما نضفتهاش الصراحه لان كنت لسه منضفاها معاكم وكنت عاملاها تنظيفه عميقه، فبرضو بمسحها بس كده وخلاص. فالمهم دولت طبعا عندي اوضه الركنه والريسبشن هم اهم حاجه عندي في اليوم دوت. المهم بقى طبعا خلاص انا كده عملت من ورا الحاجه كلها ونضفت من ورا الحاجه. ابتدي بس ان انا هجيب بقى ميه واشطف برضو من ورا الحاجه، وابتدي بقى ان انا هزيح برضو كل دوت. طبعا غصب عني لازم اعمل الموضوع دوت، لان طبعا وانا بفرش برضو لازم امسح بالطريقه ديت عشان اتاكد من نظافه الارض. مش هينفع انتوا زي ما انتوا شايفين، مش هينفع ان انا افرش الشقه عندي والارض عندي بالشكل دوت والدنيا عندي مطربه كده، يبقى كاني ولا عملت اي حاجه يعني. فالمهم بقى خلاص هدعك الجزء دوت، وده اخر جزء خلاص هدعكه صراحه معاكم وهنضفه يعني معاكم. دلوقتي بقى هتشوفوا طبعا منظر بقى منظر الشقه. طبعا كلكم هتقولي هتفرشيها امتى ديت وهتنضفيها امتى، فطبعا بقى عايزاكم كلكم تقولي الله يعينك يا قوي ويقويكي. بس دلوقتي هتشوفوا فرق كبير يعني، انا عايزاكم دلوقتي تشوفوا الفرق. طبعا انا دلوقتي حبيت بقى ان انا اخلص بقى بقيه الحاجه ديت مع نفسي واخلص بقيه الشقه وهفرش الشقه وهعمل كل حاجه وهرجع لكم تاني. بس عايزاكم تشوفوا منظر الشقه قبل ما افرشها وقبل ما اوريكم الشكل النهائي. حبيت ان انا اوريكم كده، عايزاكم بس تقولوا لي الله يعينك يا ايه وتخلصي الليله ديت كلها. دلوقتي هوريكم شكل تاني خالص، يعني هفاجئكم بمنظر مختلف خالص وبزينة رمضان وفرش رمضان وفرش الشقة، فهتحسوا باختلاف يعني، شفتوا قبل وبعد كده. المهم بقى طبعا هنا زي ما انتم شايفين بقى المية بقى والرغاوي وده كله طبعا هدخله الاول على الحمام، وهبتدي ان انا هتخلص منه وهرجع ان انا يعني احط مية تاني على الارض ونضف كل دوت. فما تروحوش في حتة، انا عايزاكم دلوقتي بس تستنوا. رمضان حلو
رمضان